يا دو عياني يا القمري زرق الجناحات جمل وسعاني سلم على ناس المساء. هذا الصوت القوي الشجي المميز محفور في وجدان الكثير من الجزائريين وغير الجزائريين في العالم العربي. إنه صوت فلة عبابسة المعروفة باسم فلة الجزائرية، التي حجزت لنفسها على مدى عقود بفنها مكانة في قلوب محبيها، لتغيب فجأة عن بلادها الجزائر لأكثر من 5 سنوات لأسباب مختلفة تلخصها الفنانة بتهميشها جزائريا، لكنها عادت اليوم إلى وطنها وهي تقضي هناك شهر رمضان لتتصدر مواقع التواصل. مشاهدينا، عودتها إلى الجزائر لم تكن حديث الناس فقط، بل الصحف والإعلام أيضا، ليتكرر ظهورها مع المنصات والقنوات المختلفة، فلا تكمل لقاء إلا وتدعى لآخر بدعوى اشتياق الجمهور لفلة وأخبارها وفنها بعد انقطاع. طبعا تنحدر فلة الجزائرية من عائلة فنية عريقة لقبت في بداياتها الفنية بمطربة الملوك والأمراء وبفلة العمر ثم سلطانة الطرب العربي. صوتها جاب الوطن العربي كله خلال مسيرة مليئة بالنجاحات والكثير من الشائعات، غير أن الجميع يتفق على وطنية فلة على ما يبدو، فرغم أنها من مواليد فرنسا لكنها أبت أن تحمل جواز سفر غير الجواز الجزائري، كما قدمت الكثير من الأغاني الوطنية التي لقيت ترحيبا واسعا وصارت مرتبطة بالأعياد الوطنية، مثل أغنية من أجل أن تحيا الجزائر وراني جاي وكيليوم. مشاهدينا، على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل الكثيرون مع عودة فلة إلى الجزائر، مثلا وسيلة تقول: ماشي في الجزائر خير، الله يبارك، راكي منورة وراكي كل يوم في نجاح. أما يانيس فيقول: سلطانة كي تكوني في الجزائر بين أهلك وناسك وحبابك تلمعي وتضواي كالشمعة. أما تدوينة أخيرة من كوافور فيمينين يقول، أو حساب كوافور فيمينين تقول ربما: خليهم يقولوا واش يحبوا، المهم أنك رجعتي لحضن الجزائر وللناس اللي يحبوك ويعرفوك ويعرفوا قيمتك. شرفتينا ونورتينا في حضورك في كل الحصص التلفزيونية. مشاهدينا، تنضم إلينا الآن من الجزائر سلطانة الطرب العربي الفنانة فلة الجزائرية. أهلا بك بترندنج ونورتينا أيضا يا فلة الجزائرية. السؤال الأول: أنت غبتي عن الجزائر لأكثر من 5 سنوات لما وصفتيه بالتهميش جزائريا، فما الذي تغير اليوم؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، رمضان كريم. وشو هالجزائري اللي طالع منك مثل الفل مثل العسل. أحاول. بدنا نجيبك على الجزائر ونصير نهضروا معك بالجزائرية والله لازم ونعمل لك بيرفكشن. لازم. تحياتي لكم وتحياتي للام بي سي او عفوا بي بي سي. اشكركم على هذه التضوايا. وهو يعني كان في انقطاع اعلامي، فانا يعني اقول وحشتوني بالك زمان وحشتوني، وانا اعرف انه الاعلاميين وحشتهم، لكن كان في اوامر نوعا ما من الاعلام، مش الجزائري فقط، هو اعلام عام. ولكن ها أنا رجعنا ورجعت في هذه الأيام المفترجة المياه لمجاريها، لأنه بالنهاية نحن فنانين. ودائما أقولها في مقابلاتي، جناح الفنان هو أن احنا نعمل الكليبات ونلحن وندخل استوديوهات، ولكن نصفنا هو الإعلام. احنا من غير إعلام ما نقدر نعمل شيء. طيب. فهذا هو شيء نقول الحمد لله على السلامة وعفى الله عما سلف، ونستمر ونكون يعني اقول لكم لكل الاعلاميين هعمل لكم اغنيه واقول لكم مبروك عليكم انا والحمد لله على سلامتي انا، ومانيش زعلانه منكم لاني بعرف انه كانت اوامر من فوق.
طيب لا أدري بخصوص الأوامر من فوق، ولكن بحكم أنك ذكرتي الإعلام، فطبعا الكثير من وسائل الإعلام الجزائرية تتنافس على إجراء مقابلات معك الآن، ولكن ماذا عن الجمهور الجزائري الذي ربما بفترة من الفترات طالتك انتقاداته وفيديوهاته وشائعاته على مواقع التواصل؟ كيف تصفين اليوم علاقتك مع الجمهور الجزائري؟ الجمهور الجزائري والجمهور الوطن العربي، اللي كونت جمهور كبير في الوطن العربي، هم سبب أني استمريت وقد أكون يعني مثل كنت شرسة عشان أدافع هذا الحاجز اللي عاملينه بيني وبين جمهوري. وأنا ببداية مشواري عملت، حتى صورتها في انجلترا، راني جاي وكتبت انه جمهوري هو كنزي الغالي، على جالو راني غناي. انا مش بس على جالو راني غناي، اضيف كمان على جالو راني مستمره. هم حبايبي، هم اهلي، هم يعني هذا المنصه الاجتماع، المواقع الاجتماعيه كانت يقولوا سلاح ذو حدين. انا نفعني هذا السلاح، لان بينما كنت مقصية من جميع الإعلام في الوطن، فكان معايا ومتواصل معي جمهوري يقولوا لي أصبح في قصة حب وقصة عائلة وقصة أولاد، لقيت فيهم أولادي، لقيت فيهم أختي الله يرحمها اللي ما حضرتش دفنتها هنا، لقيت فيهم كل. فأنا معي حق لما قلت جمهوري هو كنزي الغالي. طيب غبتي عن الساحة الفنية ربما يعني باستثناء الأعمال المحدودة، ولكن اليوم غيبت ولن أغيب، غيبت قصدي. طيب غيبتي أو غبتي عن الساحة الفنية، ولكن السؤال اليوم، هل تعودين وهل سنشاهد مزيدا من الانخراط في الأعمال الفنية؟ هل هناك جديد قادم مثلا؟ أكيد أنه بالإضافة إلى الإعلام، كل كليباتي وكل الكليبات اللي تعبت عليها وعملت كذلك كليبات، يعني كل مرة أعمل كليبات ما كنت مضوى عليها. بالإضافة أنه هدول الأغاني اللي وتتعشم قلبي في مين، كله في شدتك سابك، وفي ناس بتقول لي انت فينك، وفي كتير اغاني كلها يعني تو ما اتشال الحصار، كلها حتكون معاكم وانا في انجازات كبيره ان شاء الله. الفنانة فلة الجزائرية، شكرا جزيلا لوجودك معنا في ترندينج اليوم، وبالتوفيق. تشكرات افندم.